السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير بالمصري. معاكم أحمد فتحي. حلقتنا النهاردة في حلقة من ضمن كورس تعليم التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين. قبل ما نخش في الحلقة نصلي على النبي. وحلقتنا النهاردة أنا عملتها مرة واتنين قبل كده، بس هعملها تاني وهحط لك رابط ليها برضو عملي عشان تبقى شايف نتيجة بعينك، تبقى فاهم الفرق بين بيانات الاثنين، تبقى أنت عارف تميز وعارف إن ده الطريق الصح. عندنا في التصوير أو في الكاميرات الصيغتين متعارف عليهم، مفيش غيرهم في الكاميرات، صيغة الجي بي جي وصيغة الرو او ال NEF اللي هي الخام، او السي ار 2 بالنسبه للكانون. يعني هم كلهم نفس الحاجه، يعني الرو تبقى في سوني وفي نيكون NEF وفي كانون سي ار 2، والجي بي جي هي الصيغه اللي موبايلك بيصورها عادي او اللي بنتعامل بيها في حياتنا اليوميه، صور الواتساب، صور الموبايل، صور الكاميرا، صور على النت اللي بننزلها، كل ده بيبقى جي بي جي او جي بي اي جي. الصيغتين دول هم اللي في الكاميرا عندك. طب انا اشتغل على صيغه منهم؟ هتلاقي حاجات كتير كده، وجي بي جي عالي وجي بي جي منخفض وجي بي جي متوسط وجي بي جي زائد رو زائد مش عارف ايه. ليه اللفه دي كلها؟ اشتغل على انهي؟ بص يا سيدي، الرو هو الصيغه الخام للصوره الفوتوغرافيه. يعني ايه يا عم احمد الرو الصيغه الخام؟ الرو عارف انت اقول لك ايه، عارف انت حته اللحمه جايبها من عند الجزار، حته لحمه مقطوعه من الذبيحه دلوقتي، تمام؟ ونفس حته اللحمه اختها معموله شيش طاووق، معموله صينيه، معموله في الفرن، معموله اي حاجه. دي لحمه خام، دي لحمه جايه من الذبيحه لسه مذبوحه، لحمه حمراء لسه نيه. دي لحمه مستويه محطوط عليها التوابل، محطوط عليها البصل والخضار وطعمها يعني حاجه كده تجري الريق. ده فرق بين الرو والجي بي جي. الرو والصيغه الخام الصوره بتخرج لك من الكاميرا بدون اي تعديل، بدون اي لعب. خد يا معلم صورتك خام اهي، عدل زي ما انت عايز. الصوره الجي بي جي الكاميرا بتحط توابلها عليها، تديك شويه ساتوريشن اللي هو الوان، تديك شويه اضاءه، تديك شويه حده، تديك الكاميرا بتزود على الصوره. الصوره الرو حجمها كبير عشان فيها تفاصيل وداتا كتير. الصوره الجي بي جي حجمها صغير لان الكاميرا لما بتضيف عليها اللي عندها بتضغطها، فبتلاقي الصوره هنا مثلا حجمها 5 ميجا 10 ميجا، بتلاقي الصوره الرو مثلا حجمها 30 ميجا 25 ميجا. ايه التفاوت ده؟ ما نفس المشهد اللي بصوره رو او جي بي جي. لا، الرو فيه تفاصيل، فيه داتا، فيه حاجات لما اجي اعدل في الايديت هتنفعني في الرو بكتير عن الجي بي جي. يعني الجي بي جي ما اقدرش اعدل فيه زي الرو. الرو انا ممكن اخلي الصوره تبقى مظلمه وانورها في الايديت. الرو بيحتوي على كميه داتا رهيبه. الجي بي جي لا، تيجي تعلي لغايه ليميت معين تلاقي الايه الجي بي جي قال لك انا اسف مش هقدر اعمل معاك اكتر من كده، لان هو ضغط لك الصوره خلاص، حط عليها اللي عنده وضغط لك الصوره. فنصيحتي الاوليه والابديه والازليه لكل الناس، محترف او شخص لسه مبتدئ او ايا كان، انك تصور رو. الكاميرات كلها فيها تصور بالصيغتين الرو والجي بي جي، بيحفظ الصوره مره رو ومره جي بي جي. ممكن تستعملها لو انت من النوع اللي بتبعت صور للناس وانت واقف، عايز الناس صورهم على موبايلهم وهم واقفين، لان الرو ما بيفتحش على الموبايل، الرو بيفتح على برامج معينه، الجي بي جي بيفتح الموبايل عادي. فالرو عشان تشغله على الكمبيوتر محتاج اللايت روم او الفوتوشوب عشان يفتح معاك. لو انت ويندوز 10 فيما فوق فالرو بيشتغل عادي. الجي بي جي بيفتح على اي جهاز. الرو ما ينفعش ترفعه على الفيسبوك، ما ينفعش ترفعه على الكلام ده كله غير لما تدخله فوتوشوب او لايت روم، تعمل اديت، بعد كده تخرجه ترفعه عشان هيخرج بصيغه جي بي جي عادي. نصيحتي ليك لو انت بتصور حاجه قويه او شغل او حاجه انت هتعمل فيها اديت محترم بعد كده، صور رو. بتصور هوايه بقى، خروجه، فسحه، عيد ميلاد، الكلام اللي هو مفيش فيه شغل ده اصلا، صور جي بي جي عادي خلاص، هو كده كده مش شغل. وهسيب لك برده لينك الحلقه اللي عملتها العملي، هتلاقيه فوق يمين شمال كده، بس هتشوف الحلقه دي في فرق عملي. انا صورت صوره نفس الصوره جي بي جي ورو، دخلتهم على الايديت وعملت نفس الايديت. خش على الحلقه اتفرج على الصورتين، الفرق بين دي وبين دي عامل ازاي، في نفس ظروف الاضاءه الوحشه، بنفس كل حاجه. بس كده، رب اكون ما طولتش عليك وما زهقتكش، اهم حاجه تكون استفدت مني. لو عندك اي سؤال سيبه لي في الكومنتات تحت الفيديو، ما تنسانيش من دعائك بعد اذنك، وسلام.